السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإيش راكم خاوتي؟ لا بأس، راكم لحين. معاكم الشيخ الروحاني الحسن بن عباس، شيخ روحاني جزائري نقيم في أذربيجان. الحمد لله لي سنين يعني بزاف كثيرة في هذا العلم الروحاني، والحمد لله راني ساعدت ناس بزاف، وراني مازال نساعد ناس بزاف الحمد لله. واليوم الدرس إن شاء الله تعالى، وهذه الحلقة كيما نقولوا تألف من أسئلة راها بزاف تجيني عن هذا الموضوع. إن شاء الله تعالى اليوم نجاوبوا عنها كلها، وما يبقاش الشخص حاير في هذا ولا هذا، ونروح للشيخ هذا ولا نجي على الشيخ هذا وما نعرفش مين الصادق من الكذاب. وراكم عارفين باللي كاين شيوخ روحانيين بزاف نصابين وكذابين، وراكم عارفين شكون هما. ويا خاوتي أول سؤال هو اليوم إن شاء الله تعالى، وهو اللي سقساني عليه بزاف من الناس: كيفاش نديروا هذا العمل؟ كيفاش نجيبوا المواد؟ كيفاش نتأكدوا من الشيخ الروحاني؟ خاوتي العمل هذا كاين له طبعا كثير من الطرق، وكيما نقولوا كاين له بزاف من الطرق، بزاف من الحاجات اللي نديرها، وراني نشرتها في القناة. يعني تقدروا انتو كيما نقولوا تروحوا القناة تشوفوا واش اللي نشرتو انا، واش اللي درتو. ويخاوتي كاين اللبان، كاين الزئبق، كاين الكتب الروحانية اللي ما يعرفهاش احد غيري انا، وانا نتحدى الجميع باللي احد عنده هذه الكتب الروحانية، انا فقط عندي. السؤال الثاني طبعا، من وين احنا نجيبوا هذه الاموال؟ الاموال اللي تنزل من وين راح تيجي وكيفاش نجيبوها؟ وخاوتي هذا الامر مهم ان شاء الله تعالى درك نجاوبوا عليه. خاوتي كيما راكم عارفين الجن او الخدام او الجن السفلي ما يقدرش يطبع الفلوس، راكم عارفين. وهذا العمل هو تنزيل اموال، ماشي تنزيل ذهب. هو ليس تنزيل ذهب، هو تنزيل اموال خاوتي. وخاوتي كيما راكم عارفين الجن كيما قلت لكم من قبل، ونعيد ونكرر ونقول: الجن ما يقدرش يطبع الفلوس هذه ولا الاموال ولا الدراهم ولا الدولار ولا الاورو، ما يقدرش. الجن ما يقدرش يعني يروح يعني كيما نقولوا يخترع لنفسه واحد الجهاز اللي يصمم هذه الاموال، هذا كذب. ما يقدرش يجيب فلوس مزورة. خاوتي نقول لكم اليوم ان شاء الله تعالى كيفاش تجي هذه الاموال. بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي اول حاجة انا نديروها نجيبوا المواد اللازمة ونجيبوا الحاجات اللازمة للخدام. شكون اللي يلزم وشكون اللي نحتاجه وشو اللي نحتاجه، هذه كلها نجيبوها ونديروا الجلسة. اول حاجة نشوف القرين تاع الشخص، اذا كان قوي ويتقبل التنزيل ان شاء الله تعالى نقولوا له من البداية، ما نقولوش يعني في البداية قرينك قوي ونرجع نقول له قرينك ضعيف. لا خاوتي، من البداية قوي أو ضعيف. ندير الجلسة خاوتي، نقدموا للخدام كما قلت لكم المواد اللازمة، ونقول لهم هذه المواد مقابل أنكم تخطفوا المال من مكان محدد، مال أموال حقيقية نخطفها. لتنزيل أموال هو بشكل عام خاوتي كما نقولوا هو خطف أموال. من وين تيجي هذه الأموال؟ نقول لكم خاوتي الأموال هذه اللي تيجي خاوتي إما من أموال شخص ظالم، يعني الخدام يخطفوا الأموال من شخص ظالم جمع هذه الفلوس من أتعاب الناس وما أعطاهمش حقهم، أو من شخص ما دفعش الزكاة، يعني أمواله هذه لها أكثر من سنين وما دفعش الزكاة، هذه نخطفها منه الأموال. من البنوك الأمريكية. كيفاش من البنوك؟ الخدام يروح لأحد البنوك يسرقوا أو يخطفوا. البنوك الظالمة اللي تشتغل في الفائز تخطفوا أموال من هذا البنك. من البنوك الأوروبية. ولو ندير عمل تنزيل أموال في الريال السعودي ولا في الدينار الكويتي وهذه الحاجات، يكون من شخص ظالم، يكون شخص سعودي ظالم ما عطاش الناس حقها خاوتي، نديروا هذا الخطف منه، ناخذ الأموال منه خاوتي. راكم عارفين
وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نقولوا واش هي المواد خاوتي المطلوبة وكيفاش نديروها وكيفاش نجيبوها إن شاء الله تعالى، على جال ما نطولش عليكم خاوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.